بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الحاجة الحلوة اللي قدامكم دي؟ دي قشطة الأفران، أو ممكن نقول عليها نواعم الأفران زي ما بتتقال بقى في كل مكان. مش عارفة بقى عندكم اسمها ايه. هي عندنا اسمها قشطة الأفران، وفي ناس بتقول عليها نواعم الأفران يعني. حلوة قوي قوي بجد، أول مرة أجربها بس طلعت حاجة تحفة يعني. شايفين شكلها حلو ازاي، وطعمها بقى مش عايزة أقولك وطرية وحلوة قوي. الكمية اللي قدامكم دي، ده صاج كبير كده زي ما انتم شايفين مليان. أنا عملته بنص كيلو بس دقيق. والله بنص كيلو دي هتشوفوا معايا دلوقتي ان شاء الله لما تتابعوا الفيديو هتشوفوا ان الكميه دي كلها بنص كيلو بس من الدقيق. كميه حلوه قوي قوي، وطعمها مش عايزه اقولك حلو بجد تحفه. شكلها حلو وطعمها ولونها كل حاجه فيها حلوه. انا عملتها، هي بتتباع ساده في الافران، بتبقى ساده وبتبقى اصغر كمان من كده وبتبقى ناشفه ومش حلوه قوي يعني. بس احنا عملناها بجد والله العظيم تحفه. انا عملتها كمان محشيه، عملتها محشيه بحشوتين حلوين قوي قوي، وسبت شويه كمان منها ساده، وهقول لك كمان ممكن تحشيها ايه كمان غير اللي انا حاشياه. بصوا شكلها حلو ازاي. انا هنا عاملاها كبيره شويه. احنا لما بنجيب اللي بيجيبها بقى وعارفها اللي هي قشره الافران او نوع من الافران دي، بتبقى صغنطوطه كده، بس انا كبرتها كده للولاد عشان ياكلوا كده ويتبسطوا. انا مش هبيعها يعني، انا عاملاها لهم في البيت عشان ياكلوها. عملتها كبيره كده، تقدري كمان تصغريها هتعمل معاكي ضعف الكميه اللي احنا عاملينها. بصوا شكلها حلو ازاي، وريحتها بقى مش عايزه اقول لك حلوه بجد تحفه. هي حاجه حلوه قوي. انا عملت بس نص كيلو وندمت والله ان انا ما عملتش غير نص كيلو بس. ان شاء الله بعد كده هعملها على طول يعني. عايزه اقول لك هي ما قعدتش والله العظيم، بسم الله ما شاء الله يعني. انا يا دوب خلصتها الحمد لله، ما لقيتهاش خالص لان هي حلوه تحفه. كمان فكره ان هي محشيه دي عجبتهم قوي قوي، وكمان هتعجبكم ان شاء الله. بس شكلها حلو ازاي، انا متوقعتش يعني ان هي تبقى حلوه كده. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف عملنا القشطه دي ازاي. معايا نص كيلو بس من الدقيق زي ما قلت لكم. طبعا دي منخول عليه نص كوبايه من السمنه، اي نوع سمنه انت بتحبيه. طبعا السمنه هنا تبقى سمنه سخنه، اي نوع سمنه بقى موجود عندك او انت بتحبيه خلاص اشتغلي بيه ان شاء الله هيبقى زي الفل. ومعايا معلقتين ونص كبار من السكر، عليهم معلقه كبيره من الخميره، ونص معلقه صغيره من الملح. وهنقلب بقى كل ده كده. بصوا المكونات سهله ازاي، مفيش اسهل منها يعني. وده كيس فانيليا. طبعا القشطه لما بنجيبها من بره قشطه الافران ما بيبقاش فيها فانيليا، بس انا حبيت كده احط التاتش بتاعي، حطيت لها حاجه حلوه كده زي ما انتم شايفين. فانيليا طبعا معروفه في المعجنات بيبقى طعمها حلو قوي. والله العظيم بجد دي تحفه تحفه تحفه، احسن من اللي بره بكتير، مفيش مقارنه يعني. كمان اللي بره بتبقى ناشفه كده، مش زي اللي انتوا هتعملوها. ان شاء الله لما تجربوا الوصفه بتاعتي دي هتعملوها هتعجبكم قوي. ودول معلقتين صغيرين كده من اللبن البودره، لو موجودين حطيهم. انا حطيتهم بجد يعني بعد ما عجنت كله قلت طب احطهم برضو، لقيت ان شاء الله يعني النتيجه كانت حلوه قوي. بصوا بيبقى شكلها كده زي عجينه الغريبه كده شويه. معايا مج كبير كده من الميه، ميه طبعا تبقى دافيه، هنزل بيه واحده واحده كده على العجينه عشان ما تحطوش مره واحده والعجينه بتاعتك تبوظ. فاحنا هننزل بيه كده مره واحده زي ما انتوا مرتين زي ما انتوا شايفين. انا خدت بقى كل الكميه لانه هو نص كيلو يعني، مش معقوله هسيب بقى حبه كمان في المعلقه. وهنفضل بقى كده نعجن. العجينه بتاعتنا ما بتاخدش وقت اصلا في العجين يعني، ما تقلقيش. نزلت بالميه كده واحده واحده زي ما انتوا شايفين. العجينه بتبقى طريه كده معاكي. وبعدين بقى هنفضل نعجن كده زي ما انتوا شايفين اهوت. بتبقى عجينه طريه كده زي ما انتوا شايفينها حلوه قوي قوي. بنعجنها زي ما قلت لك دقايق يعني، 5 دقايق 6 دقايق زي ما تلم معاكي كده بس مش اكتر. بصوا انا ما خدتش كده المج بتاع الميه كله زي ما انتوا شايفين. العجينه حلوه ازاي. انزلي واحده واحده كده عشان العجينه ما تبص منك. مش هنسيبها تخمر. بصوا ده بقيه المج بتاع الميه انا هنا وريته لكم عشان ما تحطوش المج كامل يعني. مش هسيبها تخمر ولا اي حاجه، زي ما هي كده هنزل بيها بقى كده على المفرش. وهنبتدي بقى نقطعها كور صغنطوطه كده زي ما انتم شايفين. حلوه قوي قوي. انا مش عارفه اقولك بجد قد ايه، بس هي اصغر من الليمونه شويه يعني. هي القشطه او النواعم بتاعه الافران في الفرن لما بتجيبيها بتبقى صغنطوطه خالص كده. هي اصغر يعني، ممكن نقول ليمونه صغيره، ممكن نقول ليمونه بس صغيره كده. هنبتدي بقى احنا نقطعها. العجينه طريه قوي قوي بجد والله، عايزه اقول لكم ريحتها كانت تحفه. السمنه بقى اشتغلي باي نوع سمنه انت بتحبيه. انا اللي انا عامله بيها دي كانت ميكس كده، خليط بين السمنه البقري، كان عندي حته صغيره كده من السمنه البقري وسمنه من العاديه، فعملت بيها وطلعت زي الفل. ولو عندك سمنه عاديه برضو هتبقى ان شاء الله كده. سمي بسم الله واشتغلي هتبقى زي الفل. العجينه طريه قوي قوي وريحتها كانت حلوه قوي زي ما بقول لكم.
بصوا طريقه تشكيلها حلوه ازاي، حاجه صغيره كده اعمليها هتبقى زي الفل والله. كمان ممكن تحشيها زي ما انا حشيتها. هي طبعا القشطه دي ما بتتباعش محشيه خالص في الافران، بتبقى ساده كده وناشفه يعني الحمد لله حلوه وخلاص. بس انا هنا حشيتها لهم وكانت حلوه قوي. دي حته ملبن كده كانت عندي صغيره. ه... انا هقسم العجينه كده، هتشوفوا معايا هقسم العجينه وهحشيها حشوتين. وتقدري كمان هقولك تحشي كمان، ممكن تحشي جبنه، بس لو هتحطي جبنه بقى يبقى ما تحطيش في الاول خالص كيس الفانيليا. انا عارفه من الاول ان انا هشتغل بيها كده للحلويات، فما حطيت كيس الفانيليا مفيش مشاكل. انت لو هتحشيها جبنه، اي نوع جبنه بقى انت بتحبيه، ما تحطيش كيس الفانيليا. وممكن تعمليها ساده خالص لو حابه. هي طريه اصلا. بصوا بحط حته الملبن كده وبنلفها زي الفل، ولا بتشقق ولا في اي حاجه، زي الفل. هي طريه خالص معانا وهتبقى حلوه قوي. انا قسمت العجينه كده هتشوفوها، قسمتها لثلاث اجزاء. هعمل جزء كده محشي بالملبن، وجزء هسيبه ساده، وجزء تاني هحشيه معايا. بصوا ثلاث اجزاء اهمت. والجزء التاني ده بقى هحشيه بايه؟ بالعجوه. جبت حته كده برضو صغيره من العجوه وحطيت عليها معلقه سمنه وطريتها بس كده شويه، وبرضو نفس الحكايه هحشيها بالعجوه. بجد الحشوتين كانوا احلى من بعض والله العظيم، كانوا تحفه. والساده كانت حلوه قوي قوي برضو. يعني لو ما عندكيش اي حاجه تحشيها ممكن تسيبيها ساده. جربي بقى كده ان شاء الله هتعجبك. بس زي ما بقولك جربي في كيلو على طول، ما تجربيش نص، لان انا ندمت ان انا يعني وقفت وعجنت وكل ده وفي الاخر نص كيلو بس. يعني هما كانوا ايه يا ماما ده نص كيلو اللي انت عاملاه ايه؟ يعني هيعمل ايه؟ احنا متعودين ايه بيبقى فيه فطار وعشاء وكده. فهي خلصت الحمد لله في العشاء. خلصنا كده بقى. بس بعدين ما نحطهاش بقى كده زي ما انتم شايفين، ما تاخديهاش زي ما هي كوره كده وتحطيها في الحاجه اللي هتدخلي فيها الفرن، لا، افرديها. لازم تفرديها كده، عشان طبعا احنا لسه هنسيبها تخمر. احنا ما خمرناهاش بقى في الاول، فاحنا هنسيبها تخمر بقى دلوقتي. فطبعا هترتفع معاكي وهتدخل الفرن كمان وبرده ترتفع معاكي تاني. اعملي بقى الملبن كده لوحده والعجوه عشان ما تتلخبطيش فيها. حطيهم كده يعني رصه كده، دي ملبن ورصه تانية كده عجوه، عشان اللي بيحب ده ياخد واللي بيحب ده ياخد، يبقى عندك كده كل حاجه موجوده. دي كده اللي بالعجوه خلاص كده. انا بفردها برده زي ما انتم شايفين في الدايره كده اللي في المفرش. بصوا هي دوبك بتبقى قدها او اصغر شويه. شفتوا سهل ازاي الموضوع؟ ما خدش معانا اي وقت والله، ولا في العجن ولا سيبناها تخمر ولا اي حاجه. بصوا سهله خالص اهي. وملت معانا صاج حلو كده زي ما انتم شايفين اهوت. بس طبعا احنا ما سيبناهاش بقى تخمر في الاول، فهنسيبها بقى ايه تخمر دلوقتي كده ساعه ساعه ونص. يعني سيبيها كده براحتها. انا سبتها كده بصوا ارتفعت كده، قعدت حوالي ساعه بالظبط معايا. هسخن لها بقى الفرن. طبعا الفرن يبقى ساخن من قبليها. شايفين بقى دخلت الفرن طلعت حلوه ازاي. في نص الفرن بقى كده، وبنسيبها على نار عاليه مش نار واطيه خالص عشان ما تنشفش معاكي. بنسيبها كده يعني حوالي ربع ساعة 10 دقايق على حسب الفرن عندك. بس كل شوية تلفي الصاج وهو جوه الفرن، هيطلع لونها حلو كده. وما تولعيش شواية ولا اي حاجة، هي بتاخد لون حلو كده لوحديها. شايفين شكلها؟ بصوا طرية كمان قوي والله العظيم تحفة. حلوة قوي قوي، لازم تجربوها لان هي بسيطة كده وسريعة وحاجة حلوة قوي ومش مكلفة. يعني الموضوع كله نص كيلو دقيق عليه نص كوباية سمنة بس. مش مكلفه خالص وبجد حلوه قوي. وزي ما قلت لك تقدري تصغريها كمان عن اللي انا عاملاه، هتعمل معاكي ضعف الكميه. بس هي كده حلوه قوي بصراحه. انا ما حبيتش ان انا اصغرها، هي كده حلوه قوي. بس هي في الافران بره بتبقى اصغر من كده، بتبقى نص دي كمان. اعمليها بقى كده لاولادك وكده، اعمليها مع الشاي بلبن او شاي ساده، بجد حلوه قوي قوي. مش هتبطلي تعمليها والله. انا عملتها امبارح وهعمل منها تاني النهارده. بس ان شاء الله النهارده بقى هعمل منها كيلو. بصوا شايفين حلوه ازاي؟ على قطمتين كده مش بتلاقيها، يعني هي حلوه قوي. والصاج طبعا زي ما انتوا شفتوا ما دهناش اي حاجه. هي طبعا زي ما هي كده وبتطلع حلوه كده واخده اللون زي ما انتوا شايفين. تحفه. تقدري بقى تحشيها تسيبيها ساده، تحشيها جبنه، ممكن تحشيها شوكولاته كمان لو حابه، براحتك خالص يعني. هي العجينه طريه واي حاجه هتحطيها في القرصه ان شاء الله هتبقى زي الفل. شايفين شكلها حلو ازاي؟ يا ريتكم والله تدوقوها، يا ريتكم كنت اقدر ادوقكم الحلاوه دي. هتلاقوني بقى الايام دي مشتغله كده على المخبوزات شويه، لان انا بحب المخبوزات قوي قوي في الشتاء. فهتلاقوني بقى كل شويه كده بعمل لكم وصفه للمخبوزات حلوه كده وبنزلها. جربوها بقى ان شاء الله والله العظيم هتعجبكم قوي وهتدعوا لي يعني. مش مكلفه كده. انا عارفه ان الحاجات كلها غاليه دلوقتي، بس دي مش مكلفه خالص يعني.
والنتيجة حلوة كده زي ما انتوا شايفين، طعمها حلو وشكلها حلو ومش هتبطلي تعمليها. اتمنى بقى تجربوها وتقولي رأيكم، وشكرا ليكم.